السلام عليكم، شلونكم؟ اخباركم؟ صحتكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. واليوم عندنا روتين سهل وسريع طبعا وبيت اهلي. وهذا الفيديو من قبل كان عندي وكنت ناشرته وبعدها سحبته بسبب الحقوق والموسيقى. طبعا الواحد ما يعرف بدأ يتعلم، الحمد لله والشكر. وهسه نقول ان شاء الله يا ربي يعطيكم الصحة والعافية والموفقية لنا ولكم يا رب للجميع. بالبداية حبيت اسوي بيض وطماطة ريوق مثل ما قلت بيت اهلي. ومن كنت أسوي ريوق كانت مرت أخويا جاي تخبز، الله يعطيها الصحة والعافية. طبعا بديت أحمس الطماطة كل زين، وقسم رادوا بيض الطماطة وياي، وقسم قالوا نريد بيضة واحدة. أوكي يابا تدللون. ومن بعدها رشيت رشة ملح ورشة فلفل أسود وبديت أحمسها كل زين. وأكيد راح أحضر البيض حتى نخليه فوقها بهذا الشكل. شوفوا حبايب، طيت رشة ملح للبيض وخلطته كله زين، طبعا بسرعته لأن أكيد مو سرعتي داية هيجي. وهسه راح أضيف البيض فوق الطماطة. طبعا راح أغطيها شوية حتى من فوق هم يستوي، ما يبقى شوية يعني تعرف. مثل ما تشوفون مرت أخويا خبزت وعاشت إيديها على هذا الخبز. شوفوا حبايب، وهسه بعد ما استوى البيض والطماطة بهذا الشكل، ما حبيت طبعا أخربط شكلها، لو أخربطها هي حطيتها هي وطاوتها بالصينية ويا القلاصات والبيض لوحده، وبدينا ناكل الخبز الحار. ومن بعدها راح أبدي أحضر الغداء. وطبعا الغداء كان باكر. أهلي طبعا من يريدون باكر ينتظرون لحد ما أجي يجيبون باكر. طبعا أرجع أنظفها من جديد وأتأكد، وبعد ما أكسرها، وأكو أشياء من أكسرها لازم أشيلهن وأسويهن. مثل ما تشوفون حمست البصل وبعدها حمست الباكة وخليت انهم بصرة ثقبتها وخليتها، ومن بعدها رشيت لها بهارات. وراح اضيف لها المي واتركها على نار عالية تبدي تفور، ونشيل الزفرة من عندها. ومن بعدها نصيها وتبدي شوية تثخن، يلا اضيف لها الملح حتى ما تصير مالحة. شوفوا حبايب هذا الشكل. وهذا فيديونا اليوم، وأتمنى يا رب يعجبكم، وأتمنى لكم كل الصحة والعافية. هسه أقول مع السلامة وسلامي للجميع. باي باي.